السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفاجأة من العيار الثقيل يفجرها تقرير إعلامي حول فتح فوزية القجع لتحقيق يخص مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم للسيدات، لكي لا يضيع حق اللاعبات وحق الفريق، ولكي يظهر للعالم أن المغاربة مظلومون في النتيجة التي انتهت عليها المباراة فصل. قرر فوزي القجع رفع التقرير وطلب عاجل للفيفا للقيام بتحقيق فوري ومستعجل. المفاجأة الصادمة بتقرير فوزي القجع أنه تم تقديم قنينات المياه لكافة عناصر المنتخب المغربي من طرف العامل بالممر، حيث اعترف بأن جهة ما أعطته القنينات على أساس مياه منشطة ليقدمها للاعبات المنتخب المغربي قبل دخول أرضية الملعب. فهل فرنسا يد في هذا الحادث؟ وهل ما حدث مع منتخب السيدات يمكن أن يكون حدث سابقا مع منتخب الرجال ضد فرنسا بنصف النهائي لكأس العالم؟